في الوقت اللي اغلب الشركات اللي بتطور اي اي مودلز وايجنتس مركزه على الشات بوتس والايمج جنريتور، جت شركه بايت دانس وعملت ثوره جديده باي اي يقدر يشوف ويقرا شاشه الكمبيوتر او الموبايل ويتحكم فيهم كانه انسان بالظبط. مش بس كده، ده يقدر يلعب ويكسب كمان. في الفيديو ده هنتكلم على يو اي تارز 1.5 وده ايجنت طورته شركه بايت دانس ونشوف امكانياته الجباره. خلونا نبدا. دي مش اول مره شركه بايت دانس تطلع لنا بحاجه قويه. طبعا شركه بايت دانس اللي ما يعرفهاش هي الشركه اللي عملت تيك توك وعملت اكتر من تول وسولوشن كبار جدا. منها طبعا كان AI ID اتكلمنا عنه في القناه عندنا وهنسيب اللينك بتاعه في الوصف. ده عباره عن AI زي كيرزر بالظبط. هي الشركه دي كبيره مش صغيره. جت بايت دانس اعلنت عن حاجه اسمها يو اي تارز 1.5 وبتقول ان هو عباره عن جي يو اي ايجنت موديل بيتعامل مع الجي يو اي زي البشر بالظبط، زي البني ادمين. وجي يو اي اللي ما يعرفهاش هي عباره عن جرافيكال يوزر انترفيس، يعني اي برنامج ليه واجهه رسوم برمجيه. اي برنامج بتشوفه بعينك وتتعامل معاه بالماوس او بايدك ده يتسمى جي يو اي. فاليو اي تارز ده هو عباره عن ايجنت بيتعامل مع البرامج. جميل. طيب، وهنا بتقول ان هو our vision language model for UI understanding and automation. فده عباره عن موديل فيجن موديل، فهو ايجنت او اي اي بيشوف، مش اي اي بقى تشات بوت تبعت له تكست يقراه ويرجع ويحاول ان هو يفهمه ويرجع لك على اساس الكلام اللي انت بعته. لا، ده ايجنت بيشوف بعينه زي البشر زي البني ادمين، وبيحاول ان هو يفهم اليوزر انترفيس وبينفذ اوتوميشن تاسك. فالموضوع كبير مش صغير. جميل. طيب، خلونا نشوف هو بيعمل ايه وايه مميزاته قبل ما نخش في التفاصيل، عشان لو انت مش مهتم ما ضيعلكش وقتك. اليو اي تارز ده ممكن يلعب. هو بدأوا ان هم يجربوا بيه ان هو يلعب وبقى يكسب، يفوز في الالعاب، يخش يلعب لعبه معينه ويكسب في اللعبه دي. تمام. وهنا في الشو كيسز كمان بيبدا ياخد اكشنز ان هو يتعامل مع الكمبيوتر عادي كانه بني ادم. هنا مثلا دخل عمل ريموف للترجمه من فيلم معين وعمل لها اكسبورت، طلعها من الفيلم ده على هيئه اس ار تي، الشباب اللي شغاله بترجمه الافلام وكده. هنا دخل على الجوجل كروم، بدا يغير السيتنج بتاعه اليوزر البروفايل بتاعه. تمام. فهنا مثلا دخل عمل على اكسل شيت بدا يعمل كالكوليشن. دخل هنا على في الجيم على اللينكس، عمل سيرش على صوره معينه ونزلها على الديسك توب وفتح الجيم ده ابلكيشن على لينكس زي الفوتوشوب، قلل حجمها وعمل لها اوبتمايزد الصوره ونزلها تاني على الديسك توب. فهو اي اي ايجنت قوي جدا وذكي. كل ده مش بيحصل باوتوميشن سكريبت. الناس اللي هي شغاله بالكيو اي اوتوميشن سيلينيوم او كده بيكتبوا سكريبتات وبيدوا له مثلا سيلكتورز، فبيحدد له السيلكتورز ويخش يدوس عليها، لو ما لقاش السيلكتور يفايل ويقع. لا، ده بيتعامل مع البرامج عن طريق كتابه، بديله برومبت كاني بني ادم بكلم بني ادم، وهو ذكي جدا بيخش على الابلكيشن ده، بيفتح الابلكيشن ويتاكد ان هو اتعمل له لود وشغال كويس وبيبدا ياخد التاسكات. البايت دانس عملت ديمو ليه عشان تجربه تشوف ده بيشتغل كويس ولا لا. فطلبت منه ان هو يحجز تذكره طيران من مكان لمكان حددت له التاريخ. بس كده، دي اللي هي طلبته. دخل اليو اي تورز، فتح دلتا ايرلاينز، دي شركه طيران، وبدا ان هو استنى لغايه ما الويب سايت اتعمل له لود، وبدا يحط المكان من والى واختار التاريخ وعمل بحث ورتب لهم نتائج البحث بتاع تذاكر الطيران بالارخص. قال لهم والله دي النتيجه ودي كمان عملت لكم ترتيب للاسعار بالارخص في اليوم الفلاني من المكان من هنا لهنا. فهو ذكي جدا جدا جدا. حاجه كمان، لما هم عملوا مقارنه ما بينه وبين شات جي بي تي وكلاد في الكمبيوتر يوز، اليو اي تارز 1.5 عدى سجل 42 ونص، في حين ان اوبن اي اي سجل 36.4 وكلاد 3.7 السونت سجل 28. فهو في حته ثانيه خالص. قال لهم دي بتاعتي مش بتاعتكم انتوا. لما جم يستعملوا البراوزر بقى يجربوا البراوزر، فهم كانوا الثلاثه قريبين، بل ممكن يكون الاوبن اي اي اعلى شويه. بس لما طلعوا من البراوزر ونزلوا على الديسك توب تاني بعيد عن البراوزر خالص، لا، اليو اي تارز عدى، سافر، هو في حته ثانيه. لما جم يتعاملوا على الموبايل بقى، اليو اي تارز عدى، والاوبن اي اي والكلاود ما سجلوش اي حاجه. ما فيش، ما تعاملوش، ما عرفوش يتعاملوا مع الموبايل. فهنا احنا مش بنتعامل مع حاجه زي السيلينيوم. شباب الكيو اي فاهمين الكلام ده. انا بتعامل مع اي اي ايجنت ذكي بيشوف زي البني ادمين، بيبدا ان هو يشوف اليوزر انترفيس ويبدا ان هو يحللها ويفهم ايه اللي موجود فيها. جميل. ده بالنسبه للشو كيس، الحاجات اللي يقدر يعملها. اللي مهتم يكمل معانا بقى عشان هنخش في تفاصيل تانية. هنا جت بايت دانس، طبعا عملت ده الاعلان بتاعها لليو اي تارز ال 1.5، واول فيرجن ليه كان طبعا الفيرجن الاول. تمام. ده كان بتاريخ كام؟ 25 يناير. حلو.
قال لك اللي ده اور فيجن لانجويج موديل، فهو موديل زي ما احنا قلنا هو بيشوف زي البني ادمين وبيحلل وبيفهم الديسكتوب او بيفهم الابلكيشن اللي شغال عليه. وخلينا برضو نوضح حاجه كمان، هي اليو اي تورز دي اختصار لليوزر انترفيس تاسك اوتوميشن اند ريزونينج سيستم، يعني ده سيستم بيفكر وبيعمل تاسكات بشكل اوتوماتيك على اي واجهه مستخدم، على اي برنامج سواء كان ديسكتوب او كان موبايل. يقدر يلعب ويكسب، مش يلعب بس كمان يقدر ان هو يعمل اوتوميشن. مميزات اليو اي تورز ايه بقى؟ هنا بايت دانس بتقول اليو اي تورز الكور فيتشرز مميزاته الاساسيه هي البرسبشن، اول حاجه اللي هو التصور. جميل، يعني ايه؟ قال لك جوه التصور ده هو بيعمل حاجه اسمها اندرستاندنج للجي او اي اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس، هو بيفهم الابلكيشن. فهو الديسك توب لما بيجي يفتح مثلا صفحه زي اللي احنا فاتحينها دي، هي بالنسبه له عباره عن سكرين شوت، بيعمل لها فول سكان، بيبقى عارف ان انا هنا عندي لوجو، دي صوره، وعندي هنا لوجو تاني ده صوره، والصوره دي جواها لينك بيودي على الجيت هاب، وعندي هنا التايتل مثلا هيدنج اسمه كور، فبيسكان كانه بشر، كانه بني ادم. تمام. وبيعمل بروسيس مالتي موديل انبوت زي التكست والايمجز والانتراكشن عشان يبدا ان هو يبني الفهم بتاعه، يقدر ينفذ التاسكات ويبني الفهم بتاعه. حاجه تانية ريل تايم انتراكشن، بيبدا ان هو بشكل مستمر بيراقب الدايناميك جي يو ايز. يعني ايه؟ لو انا جيت دوست كليك مثلا على زرار والزرار ده فتح لي بوب اب او موديل، لو جيت دوست كليك على لينك معين وحولني لصفحه تانية، فهو بيبدا بشكل اوتوماتيك وبشكل مستمر بيراقب الاكشنز اللي اتاخدت على الصفحه والريسبونسز بتاعتها، هي حصل ايه، دوست كليك وداني النافيجيشن، عمل لي نافيجيشن لصفحه ثانيه وهكذا. تمام. بيبدا ان هو يريسبوند، بياخد ردود معينه على حسب التشنجز اللي حصلت ريل تايم، مش بيفايل زي مثلا سيلينيوم وغيره. هو كانه بني ادم بس كليك على حاجه، طلبت منه سيرش مثلا على جوجل كروم، دخل عمل سيرش جاب لي نتائج البحث، داس كليك على لينك، اللينك ده راح جاي عمل ريدايركت على صفحه ثانيه، فهو فاهم ان هو اتحول من السيرش ريزلت لصفحه ثانيه فيها النتيجه، هو فاهم الكلام ده. اوكي، ده بالنسبه للبرسبشن التصور. الحاجه الثانيه الاكشنز. بايت دانس عملت ديفلوب طورت حاجه قويه جدا اسمها يونيفايد اكشن سبيس. ايه يونيفايد اكشن سبيس؟ وحاجه ثانيه معاها اسمها بلاتفورم سبيسيفيك اكشنز، هنفهم الاثنين دلوقتي. يونيفايد اكشن سبيس قالت لك ان هي عملت ستاندرد اكشن ديفينيشن اكروس البلاتفورم، لو هو بيتعامل مع الديسك توب وبيتعامل مع موبايل وبيتعامل مع الويب. تمام. فبدا ان هو بقى في يونيفايد اكشنز. حاجه كمان ان هو بقى في اكشنز معينه على حسب الحاجه اللي انا عليها. يعني لو دخل على بيتعامل مع الموبايل فهو مش هيدوس كليك، هيعمل حاجه اسمها لونج بريس. لو بيتعامل على الديسك توب هيدوس كليك، لو بيتعامل على الديسك توب او موبايل ممكن يسكرول وهكذا. واليونيفايد اكشن سبيس دي موجوده هنا، هم طبعا هم عاملين شير للسيستم برومبت بتاعتهم. فهنا اليونيفايد اكشن سبيس زي الكليك، زي الليفت دبل، وزي الرايت دبل، زي الرايت سنجل، وزي دراج، يقدر يدراج اليمنت، يدراج ودروب، والهوت كيز. تمام. والتايب والسكرول والويت يستنى شويه وهكذا، ولونج بريس طبعا. فهو ذكي جدا ان هو قادر يفرق ما بين البلاتفورم اللي داخل عليها، انا داخل على ديسكتوب، داخل على براوزر، داخل على موبايل ابلكيشن، فبدل ما ادوس كليك هعمل لونج بريس، ده في لودنج فهضطر ان انا اويت استنى شويه لغايه ما يجي لي ريسبونس وهكذا. ده بالنسبه للاكشن. الحاجه الثالثه الريزونينج، عنده تو سيستم للريزونينج، وقدر يعمل كومباين ما بينهم، دمجهم الاثنين مع بعض عشان يبقى عنده ريسبونس بشكل سريع وهاي ليفل بلاننج للكومبلكس تاسك. لو طلبت منه تاسكات معقده جدا فهو عنده تو سيستم للريزونينج بيجمعهم مع بعض عشان يقدر ينفذ لي التاسك بشكل سريع جدا، والتاسكات الهاي ليفل الحاجات الكومبلكس والمعقده جدا. تمام. وفي حاجه ثانيه اسمها تاسك ديكومبوزيشن ريفليكشن، هو بيسبورت المالتي ستيب بلاننج. تمام. وريفليكشن والايرور كوركشن، ان هو لو غلط في حاجه مش بيكررها تاني، هو بيتعلم من اخطائه. جميل. احنا كده بنتكلم على بني ادم، ما بنتكلمش على اي ايجنت خالص. بالنسبه للميموري عنده تو ميموريز، عنده واحده اللي هو شورت تيرم ميموري ولونج تيرم ميموري. شورت تيرم ميموري السكريبت اللي انا طالبه منه او البرومبت، فيبقى عنده ميموري في الستبس اللي هو بياخدها، لو اخذ ستيب معينه بيبقى عارف ان هو اخذها قبل كده وهكذا. تمام. واللونج تيرم ميموري زي هيستوري لكل الحاجات الاكشنز اللي هو اخذها قبل كده. الراجل ده كان عنده بني ادم، سبحان الله، عند بني ادم عنده عقليه وعنده عقل وبيبدا يخزن، وعنده هيستوري بيقدر يرجع للداتا اللي في دماغه وحاجات زي كده. موضوع قوي جدا جدا وحاجه تخوف بصراحه. ايه بقى اللي مخلي اليو اي تورز مميز بالشكل ده؟ بايت دانس دربت اليو اي تورز على بلايين من الصور السكرين شوتس، عملت له تريننج مكثف جدا، فبدا ان هو يفهم ايه بقى اللي ممكن يعمله يو اي تورز. اليو اي تورز زي ما قلنا احنا خدنا في الشو كيس ممكن يلعب الجيمر،
ممكن يعمل اوتوميشن، يخش يساعد الكيو اي، شباب الكيو اي كواليتي اشورنس اللي بيعملوا تيست اوتوميشن وكده يساعدهم. تمام. ممكن يشتغل بالنيابه عنك التاسكات الهيفي تاسك او الحاجات اللي هي بتتعمل بشكل دوري او كده، ممكن يخلصها لك. يقدر يتحكم بشكل كبير، يفتح الديسكتوب، يعمل رينيم للصور، يسيرش على الصور، يسيرش على الويب، يعمل اي حاجه. وفي الشو كيس احنا عرضنا الكلام ده كله. جميل. وهم ماشيين بمبدا سي ثينك اند اكشن، ان هو بيشوف الاول الحاجه وبعد كده بيفكر فيها. تمام. وبعد كده بياخد اكشنز. تمام. وده البنش مارك اللي احنا بصينا عليه. وهنا برضو من الحاجات الظريفه دي هنا ايه، زي شوكيس للحاجات اللي هو بيقدر يعملها. بيخش هو سبحان الله كانه بني ادم، يعني بياخد اكشن وبيتوجل ما بين الابلكيشنز. يعني هنا ده هو حول من اكسل للوورد، يعني هو بينافيجيت، فتح مره اكسل وبعد كده مره وورد، وبياخد داتا من هنا بعد كده يرجع على الديسك توب وهكذا. وهو قوي جدا وكبير. تمام. طيب خلونا نبص على هنا في الجيمز برضو. بدا يلعب العاب وكسب اشطر من ناس كتيره. في ناس بتخش تلعب ايه وبتوع. طيب خلينا نقول عيوبه. عيوب اليو اي تورز اللي هو بيحتاج سبيكس، امكانيات في الجهاز كبيره جدا 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 عشان يشتغل. هم طبعا عاملين فيه اكتر من موديل غالبا تحت هنا. ده الديبلويمنت تقدر تشغله طبعا عندك لوكال. يس عاملين 2 بليون و7 بليون و72 بليون. تمام. بس هو بيحتاج للبيست بيرفورمانس ريكومندد 7 بليون وكده. هو بيعتمد على الجي بي يو كونفيجريشن، عايز سبيكس للجهاز جباره. انا حاولت ان انا اشغله عندي لوكال، قومت اليو اي تورز بس للاسف هو عايز في ال ام سيرفر. انا حاولت اقوم الفي ال ام سيرفر لوكال عندي وما ظبطش، يعني ما ظبطش معايا السبيكس عندي ايه بعافيه شويه. حاولت طبعا انفذ الكلام ده. يعني هنا في الهاجنج فيس حاولت ان انا كمان ما اعملش داونلود للموديل الفي ال ام موديل مساحته كبيره. حاولت من هنا ان انا عملت داونلود للموديل ده كله عندي. تمام. ودخلت بالسكريبت ده كده ان انا اقومه، ان انا هنا الباث للموديل حطيت له الفولدر بتاع الموديل، بس للاسف ما قومهاش. السبيكس ايه ما كانتش ماشيه معايا. عايز جي بي يو قويه جدا، انفيديا وحاجات كده ايه قويه جدا جدا، ما اشتغلش معايا. فانت لو عايز تديفلوب او تشتغل بيه ممكن تشغله بايثون، بس هيبقى عندك هنا عايز ايه الفي ال ام هنا سيرفر اللي هو ده. تمام. عشان يقوم معاك ويشتغل. وهيبقى عندك ده الديسك توب. هتيجي هنا في السيتنج هتقول له هنا ده الفي ال ام سيرفر، وهتقول له الاي بي اي كي اي حاجه والموديل يو اي تورز. المفروض ان هو يشتغل معاك. تقول له انا عايز ديسك توب يوز ولا ايه ولا براوزر يوز وهكذا. المفروض ان هو بيشتغل لو الفي ال ام سيرفر اشتغل معاك. تمام. لو ما اشتغلش بقى عايز تروح تشغله من بره، هتيجي هنا اوكي هتقول له مثلا ديبلوي اوكي كده مثلا اند بوينت. هتلاقيه غالي جدا. يعني هي مشكلته ان هو لو اشتغل عندك على الجهاز عايز سبيكس عاليه جدا جدا جدا، او لو انت عايز تتعامل في ال ام من بره مثلا. تمام. على الكلاود انت شايف انت بتتكلم في $4 في الساعه، فهو غالي جدا. دي من عيوبه. الحاجه الثانيه ان هو طبعا يعتبر سولوشن او اي اي ايجنت جديد، فبيقول لك خلي بالك ما تعتمدش عليه بنسبه 100%، معرض ان هو يحصل ايه خطا وهو شغال. جميل. هو طبعا بيدعم الديسك توب وكده. ده برضو يبقى اوبن سورس. اللايسنس بتاعته اباتشي 2.0، فانت تقدر تاخد منه نسخه تعدل عليها وترفعها وتبيعها وتعمل كل اللي نفسك فيه، محدش هيسالك على حاجه. تمام. اللي يستفيد بالكلام ده زي ما قلنا شباب الكيو اي، ولو حد جيمر مثلا وعايز ينام ويروح هو يكمل مكانه، او لو حد عنده هيفي تاسك يقدر يشتغل بيها. جميل. طيب كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.